أول حاجة إن الصداقة فيها حاجتين مهمين جدا جدا، يعني هما دول اللي بيعملوا الصداقة. الانتمسي، ايه الانتمسي ده؟ اسمها القرب والمشاركة. فاكرين لما سمية كانت بتقول هي حست ان احنا قريبين امتى؟ لما كل حد فينا طلع اللي جواه. عمري ما كنت بفهم البوستات اللي بتنزل دي تقولك قعدتي مع صاحبتي كأنها ثيرابي سيشن، مش فاهمة ايه يا جماعة. لا، عمري ما فهمتها كده لحد ما فعلا كنت مع صديقة قادرة أحس معاها بالأمان الكافي. تاني حاجة الكونسيستنسي أو الاستمرارية. ما تضحكوش على نفسكم وتقولوا إنه إحنا صحاب جدا مع إن إحنا بنشوف بعض من السنة للسنة. أيوة، ممكن تبقوا أصدقاء، دي حقيقة، وأصدقاء يعني نقدر نقول بينكم علاقة قوية، ولكن ما نقدرش نقول قريبين أو ده أقصى قرب. ما ينفعش يبقى عندي أقصى قرب وأنا بشوف الشخص ده كل سنة مرة. ولكن ده مش معناها إنه الصداقة بأقصى قرب مش هينفع تبقى موجودة لو في مسافة. لأ، ما أنا ممكن كل يوم أو يعني كل أسبوع نبقى بنقعد نتكلم أو نعمل فيس تايم لمدة ساعة أو ساعتين. ده هنا عادي، تبقى بمثابة طبعا علاقة قريبة جدا.